غلطة شائعة بتعملها كشاب أو كراجل لما تتوجع أو تتضغط إن أنت تترجم ألمك ده لغضب وعصبية، وغالبا بيكون على أقرب حد ليك. علميا الغضب في الحالة دي هو شعور ثانوي بيغطي على الشعور الحقيقي. المجتمع برمج عقولنا على إن الحزن أو الاحتياج ضعف، فدماغنا عشان يحمينا بيلبس ألمنا ماسك الغضب اللي هو بيدينا إحساس مزيف بالقوة والسيطرة، بس الحقيقة أنت من جواك مجروح أو حاسس بالخذلان. الحل عشان تكسر الفخ ده وتحمي علاقاتك، أول ما تحس إن أنت هتنفجر خد خطوة لورا. اسأل نفسك بصدق، أنا غضبان بجد؟ ولا أنا حاسس بالضغط؟ ولا أنا خايف؟ ولا أنا حاسس إن أنا مش متقدر؟ شيل الماسك وسمي الشعور الحقيقي باسمه. شجاعتك الحقيقية مش في إنك أنت تزعق أو تكسر الدنيا، شجاعتك في إنك تواجه اللي وجعك من غير ما تأذي اللي بيحبوك. دي كانت حلقتنا النهاردة من سلسلة غلطات شائعة. اعمل فولو علشان ما تفوتكش الغلطة الجاية، وابعت الفيديو لصاحبك اللي بيهرب من زعله بالغضب. سلام.